السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على قناة علمني. يأتي الشتاء وتبدأ معه رحلة العناء. ندعو الله أن يجنب أبنائنا من كل أذى وأن يسلموا من كل مكروه من أمراض تفتك بصحتهم ولا ترحم ضعفهم من مفترسات ووحوش وفيروسات لا ترى بالعين المجردة. وجب علينا التحضير لها بمقاومة طبيعية ومناعة قوية، ما هي موصوفة مجربا آلاف السنين، مكتوبة على برديات أو على مرسومة على جداريات، ولكن خير من العلاج الوقاية، وكذلك بمناعة وتقويتها. على الإطلاق يوجد العرقسوس، على رأسها كمان الزنجبيل، وكذلك الشوكندا، وكذلك القرفة والكركم وأوراق الزيتون والنيم والسوري والجيولي، وكذلك عشبة الثعلب الهندي. ما أجملها وما أقواها. سلامنا الله وإياكم. لابد أن تكون بجرعات مضبوطة، سواء كانت طبية أو موصوفة أو موثقة أو آمنة، أو هي موجودة لها بدائل في الصيدليات، أقراص أو سائلة، وده أأمن وده أفضل. شفاكم الله وعافاكم.